صوت هادئ دافئ مع لمسة من الإثارة. تخيلوا رائحة الدخان اللذيذ المتشابك مع عبق التوابل الغنية يتصاعد من قلب الفرن. رائحة تثير شهيتكم وتنبئكم وجبة لا تنسى. نعم، إنها رائحة فراخ مشوية، لكنها ليست فراخ عادية. إنها فراخ متبلة بطريقة ستذهل حواسكم وستعيد تعريف مفهوم اللذة بالنسبة لكم. بدأت القصة كما تبدأ أغلب قصص الطهي اللذيذة باختيار المكونات. دجاجة طازجة لحمها أبيض ناصع تشع بالحيوية. ثم تأتي مرحلة التتبيلة، وهي سر هذه الوصفة السحرية. مزيج متقن من الأعشاب والتوابل، كل منها يضيف لمسته الخاصة يكمل الآخر ليخلق سيمفونية من النكهات. هناك الكمون، عطره الحار الذي يخترق اللحم، والكزبرة بنكهتها العشبية المنعشة، والكمون الذي يمنحها عمقا غامضا، والفلفل الأسود ليضفي لمسة من الحرارة اللطيفة. ولا ننسى الثوم، ذلك السر الخفي الذي يضفي نكهة لا تقاوم. ولكن ليس الأمر مجرد مزج التوابل بشكل عشوائي. هناك سر في الطريقة، في كيفية نقع اللحم في التتبيلة لفترة كافية ليمتص كل نكهة منها. فالتتبيلة ليست مجرد طبقة خارجية، بل رحلة تغوص فيها ألياف الدجاج لتكتسب طعما فريدا من نوعه. تخيلوا قطرات التتبيلة تتغلغل في لحم الدجاج، ترطبه، تنعمه، تضيف له نكهة، تحرك الذكريات وتلهم الأحلام. بعد ذلك تأتي مرحلة الشواء، وهي مرحلة دقيقة تتطلب مهارة وخبرة. الحرارة والوقت وحتى نوع الفحم كل له تأثيره على النتيجة النهائية. لكن النتيجة في هذه الحالة كانت استثنائية. فراخ ذهبية لونها، مقرمشة من الخارج، طريا عذب من الداخل، تشع بالعصائر اللذيذة. كل عضة هي تجربة لذيذة، مزيج من النكهة الحارة والطعم العطري المنعش. لم تعد هذه مجرد فراخ مشوية، بل هي تحفة فنيا صغيرة، قطعة من السعادة تقدم على موائدكم، تجربة حسيا تعيد تعريف مفهوم الوجبة اللذيذة. فلا تترددوا في تجربة هذه الوصفة، وستكتشفون أنفسكم تعيدون إعدادها مرة بعد مرة، مشاركين أحبابكم هذا الطعم الاستثنائي الذي سيصبح بلا شك من أكثر الأطباق محبة في قلوبكم.